بابا فين؟ مش كل أب يستحق إن احنا نقول له يا بابا، ومش كل ابن قرب من والده حس بالدفء الحقيقي اللي كتير من الأطفال بيفقدوه للأسف، بالرغم إن الأب موجود ولكن لا يشعروا بالدفء الحقيقي. كتير بيفقدوا آبائهم رغم وجودهم، وكتير بيحسوا إن الزمن سرق منهم أعظم سند في حياتهم. في وجع، يعني وجع ما يتوصفش بكلمة. عارفين كلمة يتيم؟ كلمة يتيم توجع، بس تخيل انك تشعر باليد ابوك موجود وابوك عايش على وش الدنيا. وجع بجد لا يوصف. في ناس باباهم عايش بس هم مش حاسين انه موجود. كبروا وهم بيداروا على الحضن، كبروا وهم بيدوروا على الحضن وعلى كلمة انا فخور بيك، بس لقينا الابواب مقفولة والقلوب مشغولة. في علم النفس بنقول ده اسمه وجع الاب العاطفي. في دراسة في جامعة كولومبيا بتقول ان غياب دور الاب الداعم في الطفولة بيزود احتمالية القلق والشك وعدم الثقة بالنفس بنسبة 63%. مش كل اب ساكن في البيت هو فعلا اب. نعمل ايه في الحاله دي؟ كل اللي انا عايزه منك لو انت مريت بالمشاعر دي او حسيت بالمشاعر دي انك هتجيب ورقه وقلم وهتكتب رساله للاب. طيب هكتب له اقول له ايه؟ عايزك تطلع كل المشاعر اللي جواك. عنوانها مثلا رساله للاب اللي ما عرفنيش. كل يوم ولمده 3 ايام عايزك تكتب له رساله قول فيها كل اللي نفسك تقوله او اللي كان نفسك تقوله، حتى لو هو مش هيقراه، بس قلبك هيبدا يفرغ المشاعر المؤلمه اللي جواك. ابكي كتير، بس صدقني البكاء دوت هيغسل قلبك. ده اللي بنشتغل عليه في الجلسات، مش بس نتصالح مع غيابه ولكن نخلق من جوانا اب حقيقي يطبطب علينا. وعايزك دلوقتي تقول لي في كومنت، يا ترى لو كتبت رساله لوالدك النهارده ترى هتبدا بايه او هتقول له ايه؟